لمن يتواجد هنا كل ملاعب المغرب تحت أمر الرجاء. عرضية، يا سلام على العرضية، العرضية السحر، العرضية السحر بن ملنقوم. هذه أول لمسة، هذه ما هي مسحة، هذه لمسة. نتيجة الفحص سلبية، نتيجة المشاركة إيجابية. الله على رأس ملنقوم. 2-0 يسجل الرجاء هدف ثاني في هذا التوقيت بعد أن تحكموا بأجواء المباراة في الشوط الثاني، لكن العرضية ما أعطيته حقه، ما أعطيته حقه. هل هو عبد الإله مذكور؟ هل هو صاحب هذه الكرة العرضية؟ هو الظهير الأيمن؟ هل هو بن حليم؟ يا كابتن بيومي، يا كابتن نبيل الداوودي، أعطونا من اللي أرسل العرضية، لأن بن ملنقو خلص الثاني، خلص الثاني. يا ساتر يا رجاء، يا ساتر يا رجاء. هذا قاسم يا إسماعيلي. الرجاء إلى المباراة النهائية في الرباط للمرة الثالثة في تاريخ بن حليم. الرقم 10 يجدد عشرة الرجاء مع المباريات النهائية لدوري أبطال العرب. فعلوها المغاربة وهم أولى بكأسهم في هذا المكان حتى الآن. الله على بن حليم. رحيمي والعرضية، التمريرة كانت من الجبيرة، ثلاثية نقلات، تمريرة كانت من رحيمي، لكن الرجاء قاسي، الرجاء قاسي. ثلاث. شوف ملنقو حظا وقف، شوف الجبيرة يا لعيب، شوف رحيمي. بن حليم البدلاء بوشروان سجل هدفين في الشوط الثاني، بن حليم بديله سجل، ملنقو بديله سجل. إنها ليلة بوشا، وبوشا ما حدش يحوشه، ما حدش يحوشه. رجعتنا 10 سنوات يا ابو شروان، 10 سنوات. انذار لسفيان رحيمي اخر 3 دقائق فعلها الرجاء الكبير. مشاهدينا، ليلى الاسماعيلي نجح في الخروج بشوط واحد فقط، لكن الرجاء اكتفى بربع ساعة فقط امام الوداد، فكيف بشوط كامل امام الاسماعيلي؟